تصور اخويا انت المترو فيه 12 مترو، غنديروا 12 ديال الذهب، يا جوره فيها حتى 20 كيلو. هذاك الذهب اللي كاين دابا فيه 20% 10% ديال النحاس، شحال كيسوى؟ 30 مليون الكيلو ياك؟ اذا 20 كيلو، كل 20 كيلو ب 600 مليون، وإلا درتي 6 فوا 6 كتساوي 3 د الملاير و 600 مليون. 6 د الياجورات باش شريتي شي تيره قداشنا. فهمني اش بغيت نقصد. فالله خلق كل شيء من اجلك، خلق كل شيء من اجلك. هادو 6 د الياجورات، ايوا 6 ديال النقره ما نتذكروش حنا على النقره معنا من، ولكن الاسمنت اللي كاين ديك البصلانه راه ماشي ديال لافارج ديال بوزكوره، راه المسك. علاش؟ انت غالي عند ربي، خلقك بيديه ونفخ فيك من روحه وعلمك من علمه وامر الملائكه بالسجود اليك، ليس سجود عباده بل سجود تعظيم. اذا كل شيء اللي خلق في هذا الكون لك، وحتى الاخرى صوبها لك، حيت ملي صوب الجنه وقادها. رجع قد افلح المؤمنون في السوره 23 في الحزب الخامس والثلاثون، قال ربي الجنه اش قال لها ملي زينها وصوبها ليك؟ قال لها تكلمي، قالت قد افلح المؤمنون. تحقيق بعد فعل المال. ولكن شكون هما؟ هالمهر ديال الجنه الذين هم فيه والذين هم للزكاة. وقضية الزكاة ما عرفناها زكاة المال ولا زكاة النفس، سول العلماء. إذا إلا كانت زكاة المال راح عرفنا ربي قال في واحد الحديث المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فإن بخل وكلائي على عيالي سلطت عليهم وبالي ولا أبالي. ولكن إذا كانت زكاة النفس بعدها هي شكون؟ حيت ملي نسولك ولا تسولني نقول لك شكون عدوك؟ واش المرأة؟ واش الوليدات؟ واش الشيطان؟ واش الفلوس؟ اش غتقول لي؟ غتقول لي الشيطان مثلا ياك؟ الا قلتي لي الشيطان غنمشيو للصوره ديال 7166 حرف في سوره يوسف، اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لمن؟ ما مسلكاش، هو الملعون ما مسلكاش. غدا يوم القيامة ملي يدير الخطبة البليغة ديالو في جهنم كيقول لك هو بسمحوا لي غندرجها، واش كاين قال لك عمرك شتيني هاز الجنوي على شي واحد وكنقول له يلا عصى الله قتل ولا سرق ولا زني ولا دير شي حاجة كما كيديروا وليداتنا؟ إذن فلا تلوموني ولوموا. إذا النفس ملكات داخلية إما تقودك إلى الخير أو تقودك إلى الشر. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي قال في واحد الحديث فيما معناه أعدى عدو بين جنبيك ألا وهو النفس. إذا النفس شر أعدائك، النفس قائد هلاكك، النفس لا يصل إليك شيطان إلا بشهواتها، النفس لا تقتحم معصية إلا بجهلها، فالنفس كهف الظلمة، النفس موطن الغفلة، النفس خزانة الجهل، النفس معدن الكسل، النفس هي للشيطان خدن، النفس هي للمهالك عون، النفس إن دعوتها إلى الخير أدبرت، النفس إن أرشدتها إلى الخير أعرضت، النفس إن قومتها إلى الخير عوجت، النفس إن نصحتها إلى الخير غشت، النفس إن قدتها إلى الخير بركت، النفس إن رأت مرادها في معصية بادرت، النفس إن رأت مصيبة في بيتك سخطت، وليس لها دواء إلا مخالفتها وتسليط صوت المحاسبة عليها.
ورجع القول الناظم حين قال وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما ما حداك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. إذا أخويا شتي ملي كتحلى بالصبر عندك تكون مغرور بنفسك، عندك تنتقم من نفسك، عندك تثق في نفسك بزاف. وربي قال في سورة الحشر ديال 445 كلمة و24 آية في الآية 21 جبدها خويا قويلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر. اللام هنا لام أمر، والنفس هنا نفس نكرة، ما اسم موصول وقدمت صلة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن إلا بغينا الغد نمشيو للآية، نمشيو للصورة ديال 1054 حرف و240 كلمة، الصورة 76 ولا 31 آية، ونتأملوا في ديك وجزاهم بما صبروا ها الأصوات ها الحريرة خويا جنة وحريرة. كي دايرة البركة، كي دايرة الجلسة في الجنة متكئين. علاش؟ ماشي بحال هذوك اللي عند الحاج عبد الرحمن على الارائك لا يرون فيها. والله يجعلنا واياكم منهم. اكتفي بهذا القدر بان وعد الحر دين، وانا راه غادر دشت معكم، راه ما تكلمت ما قلت والو. الله يجمعنا في رحمته والله ييسر الامر ديالنا وديالكم. اخونا اللي مات اللهم يا رب اغفر له وارحمه واكرم نزله ويمن كتابه ويسر حسابه. وما نسوش سيادي، راه كل واحد مريض وحز امره لله، انينه تسبيح، بكاؤه تهليل، نفسه صدقه، نومه في الفراش عباده، وتقلبه من جنب الى جنب جهاد في سبيل الله. وما نسوش ربي مازال كيقول في واحد الحديث اخر: اذا اصبت عبدي بشيء في نفسه ولم يشكني الى عواده فإذا أبرأته ولا ذنب عليه وإذا توفيته فله الجنة. والله يجعلنا وإياكم من الجنة، من أهل الجنة، وفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. وأرجو المعذورة من شيخي وأستاذنا وحبيبنا وأخونا، الله يعافيه ولا يضرنا فيه، والله ييسر أمره والله يصلح وليداته ويقضي غراضه وينوروا بنور الله. راه من سوء الأدب باش نتكلموا قدامه. حنا إلا كانت شي مجموعة صغيرة نغمقوا عليها نكون أسد عليهم، ما في الحروب ما خصنيش نكون. الله ينورنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم